السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم كده ان شاء الله مليان بالتفاؤل والسعادة والامل عليكم وعلينا يا رب يا احلى متابعين في الدنيا. ما ننساش بقى حبايبي نعمل لايك وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. فيديو النهاردة كده مع بعض هنعمل ايه؟ فيديو كده حاجة بسيطة هنعمل مع بعض الفراخ. هنطلع بقى شوية شوربة كده منها في منتهى الجمال. طبعا كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، نزلت كده ايه بالفراخ في الحله. هما وركين كده اللي هعملهم او نص فرخه. وعندي كده ايه على عين البوتاجاز التانية ميه بتغلي عشان ايه اسلق الفراخ. نزلت كده بالفراخ بعد الحله ما سخنت معايا. نزلت بطماطمايه، هنزل كمان ببصلايه، حابين تحطوا بصلتين زي ما انتوا عايزين. كل ده والحله كده ايه منشفاها او مسخناها على النار قبل ما انزل بالفراخ. عشان كده ايه هنشوح كده الفراخ كده عشان ناخد كده ايه طعم شوربه حلوه كده، ما تبقاش الشوربه كده ايه خفيفه وعامله زي الميه. لا احنا عايزين كده ايه نشرب شوربه طعمها حلو. نزلت كده بالبصل والطماطم وورق اللورة. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، توابلنا بسيطة كده. هننزل كده بالفلفل الاسود، طبعا شوية كده من الفلفل الاسود. في طبعا اللي ما بيحبش يحط الفلفل في اول الشوربة عشان بيقولك بيسود الشوربة، لكن طبعا بيبقى بيدي للشوربة طعمها حلو وبيضيع اي زفارة فيها. نزلت كده كمان ببابريكا، وهننزل كمان بحبهان ومستكة. وطبعا الملح بتاعنا. غسلين طبعا الفراخ غسلة كده حلوة بالدقيق والملح والليمون عشان تضيع لنا برضو الزفارة. هنا طبعا نزلت بالحبان والمستكة، كنت لسه مضفتهمش. طبعا كده ايه مولعة على حلة اللي فيها الفراخ، بس طبعا مهدية النار شوية. ونزلت كده بالملح. وهنعمل بقى كده جنب الفراخ كده ايه طبق مكرونة. إيه ممكن تعملوا بقى طبق رز بشعرية زي ما انتوا عايزين. ممكن جنبه كده صينية بطاطس، ملوخية، اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حابينه. لكن انا عاملة كده سلقة فراخ وهعمل مكرونة. طريقتنا بسيطة، وطريقة الفيديو كده ايه فيديو قصير مش طويل. وهنا طبعا المية بتغلي عشان المكرونة. ما ننساش بقى حبايبي نحط لايك، وياريت كده ايه اللي يحط لي لايك يقول لي هو رقم كام، عشان في ناس كتير بتدخل ومش بتحط لنا لايك. وبشكرهم جدا برضو اي حد بيدخل لي بيكتب لي تعليق، حتى اللي بيتفرج من غير حتى ما يعلق بشكره جدا. بس اللايك كده ايه بيفرق طبعا في الفيديو، بيترفع معانا وكله بيشوفه. هنا طبعا كنت شوحت الفراخ. ننزل بالراحة بس شوية المية السخنة طرطشت، نخلي كده بالنا. نزلت كده طبعا بالفراخ، كنت فصلت عبال ما ايه ما شوحت الفراخ ورجعت كده تاني عشان ما طولش برضو الفيديو. نضيف كده مية على قد ايه الفراخ بتاعتنا، منكترش مية كتير عشان الشوربة ايه ما تبقاش خفيفة. بهدي بقى كده عليها النار لحد ايه ما تغلي معايا. وهنا كانت مية المكرونة غلت. هننزل برضو كده بشوية ملح في المية او في مية سليق المكرونة. نزلت كده بالمكرونة الاول كده زي ما انتوا شايفين. نديها برضو كده تقليبتين عشان ما تلزقش في الحلة. لازم كده حبايبي اول ما نضيف المكرونة نقلبها في الحلة عشان ما تلزقش. وادي معلقة الملح او شوية الملح اللي احنا ضفناها. هنسلق كده المكرونة 3/4 سوا عشان ايه اهي كده اتسلقت معانا. سلقتها كده ايه 3/4 سوا عشان تكمل سواها في الصلصة. طبعا كنت بضرب الطماطم، وهنا البصلاية هي تصفرت معايا. نزلت كده بالطماطم، مغطي بقى كده عليها ايه لحد كده ما تتسبك معانا. تقلبتين برضو كده.
وهنا الفراخ بتغلي اهيت. اي كده ريم او اي حاجه كده طلعت على الوش لازم كده نشيلها، ما نسيبهاش عشان ما تبقاش ريحه الشوربه معانا زفره. احنا طبعا غسلينها كويس جدا، فايه يعني كميه بسيطه من الريم بس هيت اللي شلتها. نغطي بقى عليها كده ايه تكمل سوا. طبعا ضايفه لها التوابل اللي ضفتها والملح. وهنا خلاص اهوت يا حبايبي الطماطم كانت اتسبكت معانا. هنضيف بقى ايه الفلفل الاسود، حابين بقى تحطوا فلفل اخضر على على المكرونه، حابين تحطوا فص توم، في اللي بيعملها بتوم مش ببصل. انا بعملها بالبصل بتبقى حلوه. ضفت كده المرقه تدي لها طعم حلو برضو. ونظبط الملح كده برضو، ما نكترش طبعا الملح عشان المرقه بتبقى حادقه. اهي كده خلاص خلصت معانا واتسبكت. نجيب بقى كده المكرونه نضيفها. ننزل كده ايه واحده واحده بالمكرونه عشان بس مفيش حاجه تقع كده ايه مننا على البوتاجاز. طبعا لو مش عايزين مكرونه كده بعد ما شطفناها وسلقناها كده ما تبقاش ماسكه كده في بعضها، ممكن تحطوا ايه يعني معلقتين زيت كده او شويه صغيره كده من الزيت عشان ما تبقاش ماسكه في بعضها. بقلب كده طبعا من فوق كده لتحت. اكله سريعه ما بتاخدش وقت خالص ومفيده كده وحلوه. ايه خلاص كده بقى قلبتها. هنجيب بقى ايه هنهدي بقى عليها النار لحد كده ايه ما تكمل سواها. طبعا بتأكد كده اللي هي اتقلبت. لايك بقى يا حبايبي. وهنا الشوربة اهيت. هطلع بقى طبعا الفراخ من الشوربة وايه عشان طبعا ايه احمر الفراخ. شايفين طبعا شكل الشوربة. وعايزة اقول لكم اللي طعمها في منتهى الجمال. وكده حبايبي تكون خلص معانا غدا النهاردة حاجة بسيطة كده. نحط بقى كده طبق المخلل وبألف هنا. وبشكركم جدا يا احلى متابعين في الدنيا. واستنوني ان شاء الله يا حبايبي في فيديو ووصفة جديدة ان شاء الله. ما تنسوش بقى حبايبي تعملوا لايك وتقولوا لي انتوا لو حطيتوا لايك رقم